صحراء مترامية الأطراف ولا تعرف لها نهاية، فما هو أفضل ما تتمناه؟ بالتأكيد أن تعثر على واحة، وها نحن وجدناها، واحة سيوة. تقع واحة سيوة في الشمال الغربي لمصر، على بعد حوالي 300 كيلو متر جنوب مدينة مطروح، وقد تم تصنيفها كمحمية طبيعية لما فيها من تنوع حيواني ونباتي وحتى الثقافي. تبلغ مساحة المحمية 7800 كيلو متر مربع. في المحمية هناك أكثر من 40 نوعاً من النباتات الرعوية والطبية. فيها أيضاً أنواع نادرة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض. وتمثل المحمية أهمية خاصة لمنظمات حماية التراث الطبيعي والثقافي، ما أدى إلى ترشيحها لتتخذ مكانة عالمية. آثار فرعونية وإغريقية تمتزج مع الطبيعة الصحراوية للمكان في تناغم بديع يجعل من يرى يشعر بعدم مرور آلاف السنين على هذه الآثار وكأنه يعيشها حاليا. ومن أهم وأقدم الآثار الموجودة بسيوة معبد الوحي الذي تنتمي إليه ديانة الإله آمون عند الفراعنة. كان يسكن هذا المعبد أكبر الكهنة ويقصده كثير من الملوك. كان يطلق عليه أيضاً معبد التنبؤات. شيد المعبد خلال عصر الأسرة 26 في القرن السادس قبل الميلاد، وقد توجه إليه الإسكندر الأكبر مباشرة بعد وصوله إلى مصر للمرة الأولى في عام 331 قبل الميلاد، وتم تتويجه من قبل الكهنة، ولا تزال قاعة التتويج باقية داخل المعبد. وهنا جبل الموتى، وهو عبارة عن جبل مخروطي الشكل يبلغ ارتفاعه 50 مترا، ويتميز هذا الجبل بمنظره العجيب، فمن أسفله إلى أعلاه عبارة عن مقابر للموتى منحوتة على شكل خلية نحل من الحجر وعلى هيئة صفوف منتظمة ومتتالية بشكل هندسي مثير. قلعة شالي ومعناها المدينة بنيت من مادة تسمى الكرشيف، وهي أحجار ملحية من البحيرات المالحة والطمي، وظلت مسكونة حتى عام 1926. وشالي ذات طابع معماري وشكل هندسي مميز جداً. تكثر في واحة سيوة الينابيع والبحيرات الصغيرة وعيون المياه العذبة، ومن أشهرها عين كليوباترا، هي أحد الينابيع الطبيعية بواحة سيوة وأكثرها شهرة وزيارة. ويقال إن الملكة المصرية كليوباترا سبحت في هذه العين بنفسها أثناء زيارتها لسيوة. ومن ينابيع سيوة أيضاً بئر بحر الرمال الأعظم، ويسمى بئر واحد.
يقع هذا الينبوع الكبريتي الساخن على بعد 10 كيلومترات من الواحة بالقرب من الحدود الليبية في قلب بحر الرمال الأعظم، ويمتاز بمياه دافئة تساعد على الاسترخاء. وبالقرب منه توجد بحيرة باردة، وتنتشر في المكان أيضاً العديد من البحيرات المالحة التي يستخرج منها الملح الصناعي. يتوافد الناس من مختلف أرجاء مصر والعالم أثناء فصل الصيف ليستمتعوا بحمامات الرمال الساخنة فوق جبل الدكرور بسيوة، والتي تتميز بقدرتها على علاج أمراض العظام. كما تشتهر الواحة بأنواع عديدة من البلح وزراعة الزيتون وعمل الزيت الذي تشتهر به الواحة. عرفت أثناء تواجدي هنا أن واحة سيوة كانت ولا تزال مقصدا لطالب العلاج. أنا عن نفسي أعتقد أن هذه الواحة الخلابة قادرة على العلاج من جميع الأمراض، لما تترك في زوارها من سعادة.